أتدرون في من؟ إنه في الصادق بأبي وأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يأتي أعظم مصاب مثل مصاب محمد. إن تذكرنا يا إخوان المصاب نتذكر محمد عليه الصلاة والسلام. فنقول لآل ماجد، العم ماجد، أبنائه، ذريته، محبيه، إخوانه، أقاربه، أم هذه، محبيها، أقاربها، أبنائها، بناتها، اصبروا فلكم الجنة إن شاء الله. أسأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. أسأل الله أن يربط على قلوبهم هذه الليلة، وأن يمن عليهم شفاء لا يغادر سقما. يوم زرنا يا إخوان أمس بعد دفنا العم ماجد وزوجته، وزرنا المستشفى وجدنا ابنه صابرا محتسبا، والله أتينا نصبر يصبرنا، يقول يا رب اجمعني في أبوي وأمي في الجنة. الله أكبر. فيا إخوان يا أحبتي، الفقدان عظيم والجلل عظيم والمصاب عظيم، ولكن يا إخوان من يصبر أو من يصبر يصبره الله. الصبر ترى الله جل وعلا قرنه في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين يا الماجد، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصبروا، صبر طيب، وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. يا إخوان أنتم شهداء الله في الأرض. أبو عبد العزيز، أبو صالح، الإخوان ما نأتي إلا هذه في المسجد. حتى قرأت أحد الإخوان يغرد التغريدة يقول أقسم بالله وأشهد الله أن أبا هذه دائما من أهل الصف الأول، ولا أحد يجادل في هذا. فنحسبه والله حسيب عند رب كريم الآن هو وزوجته. فلا يا إخواني نبكي، المصاب مصاب، لكن نتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام. فلنصبر والموعد إن شاء الله جنة عالية قطوفها دانية. يا إخوان أين أحبتنا؟ أين إخواننا؟ أين أخلائنا؟ أين أقربائنا؟ أين من انتقل من هذه الدار؟ أتظنون أننا نخلد في هذه الدار؟ لا وربي، لا وربي. لكن يا إخوان العمل طالما الله أمهلك الآن وأجرى الأنفاس، العمل، الباقيات الصالحات، اعمل لدار الرحمن بانيها. الرحمن باني هذه الدار، والجار أحمد، جارك من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلنصبر يا إخوان، فلنصبر على ما يأتي من هذه الدنيا من مصائب عظام وكبار، لنعلم أن الله هو المكافئ جل وعلا. لأن الموازين توزن يوم القيامة، موازين توضع يا إخوان ويأتي بالصلاة فتوزن. يا صاحب الصلاة، يا من لديه صيام، يا من لديه حج، يا من لديه طاعات وعبادات وتقوى، والله يوم القيامة كما جاء في الحديث توزن بالموازين. كل عمل يوزن بالموازين إلا أهل الصبر، إلا أهل الصبر، فإنه لا يوضع له لا ديوان، لا يوضع له ديوان ولا ينشر
فإنما كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تصب عليهم الأجور صبا صبا. أبشروا أبشروا يا إخوان، حتى نحن محبين أبا هادي نصبر أنفسنا. أنا أتاني الخبر وأنا في الرياض من أخوي صالح الحبيب الله يجزاه الخير، والله يا إخواني تأثرت، والله يا إخواني دمعت عيني، والله يا إخواني بكيت حتى من الأغنياء مساء قبل مشروبات. يا إخوان المصاب جلب، لكن نتذكر مصاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنصبر نصبر أنفسنا يا أهل باب الماجد، اصبروا وابشروا. الله كريم، الله رحيم، الله جل وعلا يقول في الحديث: أخذتم فلدة كبد عبدي يا ملائكتي، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله جل وعلا وهو أعلم ماذا قال عبدي، فتقول الملائكة: إنه استرجع، إنه حمدك واسترجع، فيقول الله جل وعلا ملك الملوك المعطي المكافي جل وعلا: أشهدكم يا ملائكة، أو ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أبشروا يا إخوان، احمدوا الله جل وعلا. ما أصابنا من مصيبة فمن الله، فمن الله، إنها الله ليرى صدقنا، ليرى الله جل وعلا ماذا نقول. لا نتلطم ونشقق الجيوب والثياب، لا يا إخوان، لأن الله جل وعلا ما أعطانا إلا ليمتحننا في هذه الدنيا. الجنة درجات. أسأل الله أن يربط على آل ماجد ومحبيه وإخوته، أسأل الله أن يربط عليهم هذه الليلة وفي قادم من أيام. أسأل الله جل وعلا أن يرحم أبا ماجد وزوجته رحمة واسعة. اللهم اجعله في قبره من المنعمين، اللهم اجعله في روح وريحان، يا رب اجعلهما في روح وريحان ورب غير غضبان. اللهم واجعل منازلهم في أعالي جناتك الآن، اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات الخلود. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنه نزلوا إليك وأنت خير منزول. اللهم لا تعذبهم فإنك بهم راحم. اللهم إنهم ماتوا حرقا. اللهم وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات حريقا فهو شهيد. اللهم إنا نحسبهم شهداء عندك هذه الليلة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من عليهم مع النبي والصديق والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم من على أبنائه بالشفاء العاجل، اللهم من على أبنائه بالشفاء العاجل، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا عظيم يا رحمن يا رحيم، تولى أمرنا، اغفر ذنبنا، فرج همنا، نفس كربتنا، اللهم استر عيوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فأحسن الله عز الجميع، وجزاكم الله خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.